السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهبدأ كلامي بمقولة أنا بحبها جدا: كريم رسول الله والله أكرمه، وهل من فقير بين الكريمين يحرم. طبعا أنا بكمل سلسلة شرح لاستخدام ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري. زي ما قلت، بنبدأ على ماكينة البريد المصري، بيبقى فيه رسالة تحذيرية إن ما تتعاملش مع أي شخص بيعرفك أو عايز يعرف حساباتك عن طريق التليفون. لا تعرفه رقم فيزا ولا رقم قومي، ولا تسمع الكلام إن في جايزة وفي فلوس هتتبعت لك على الفيزا ولا الكلام ده كله. دايما بنشوف على الماكينة دايما إن البريد المصري بيحذر ما تتعاملش إلا من خلال رقم خدمة العملاء 16789 أو من خلال موظف شباك البريد المصري. النهاردة هنبدأ نتعرف على بعض الخصائص اللي زادت على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري، خاصة الماكينات اللي ممكن من خلالها تقدر تعمل عملية إيداع على الماكينة. تقدر تعمل عملية إيداع على الماكينة من خلال ماكينات البريد المصري، خاصة الماكينة اللي هي فيها العلامة دي، لأن لما بتيجي تعمل، وهنشوف مع بعض لما نيجي نعمل عملية إيداع إن الجزء ده هيفتح معانا علشان نعمل الإيداع. زي ما قلت بكل بساطة هنبدأ نتبع التعليمات اللي موجودة على الشاشة. هندخل الفيزا زي ما قلت، هتبقى الشريحة لفوق، وهنتابع مع بعض على الشاشة اللي مطلوب هنعمله بالظبط. زي ما هنشوف كده، في عندي اللغة العربية واللغة الإنجليزية هنختار، وفي عندي الشاشة باللمس برضو هنختار اللغة العربية. ادخل الرقم السري، ده الرقم السري المكون من 4 أصفار. هنشوف بقى على الماكينة دي الخاصة بعمليات الإيداع إن في عندي الخدمة بتاعة إيداع، يعني في على الشاشة زي ما بنشوف برضو في عندي سحب، استعلام، تحويل، وسحب سريع، تغيير إدخال رقم سري، طلب كشف حساب سريع، وإيداع، وخدمات أخرى. من الحاجات الجميلة برضو اللي احنا نقدر نعملها على ماكينات البريد المصري، في عندي خدمة تحويل. والتحويل دي اللي هي التحويل من حساب إلى حساب داخل فيزة البريد المصري. طبعا بالنسبة للحسابات اللي هي زي حسابات التوفير، بيبقى في عندي حسابين: حساب جاري وفي عندي حساب توفير. ممكن انا اعمل عملية تحويل لو حد باعت لي فلوس على الحساب الجاري، اعمل تحويل على التوفير من خلال الماكينة بكل بساطة، وعملية سهلة وسريعة جدا. انا النهاردة هيبقى الشرح عن ازاي اعمل ايداع عن طريق الماكينة. طبعا زي ما احنا شايفين هضغط على ايداع، برضو بنفس الحكاية، في شوف اللي مكتوب مش هتخسر حاجة. برجاء إدخال النقدية الحد الأقصى لعدد الأوراق المقبولة 200 ورقة، لحد أقصى 20,000 جنيه. الفئات المقبولة 100 جنيه و200 جنيه. يعني أنا لو عايز أعمل إيداع على ماكينة الصراف الآلي، بص التعليمات عشان ترتاح. يعني الناس اللي هتيجي علشان تعمل إيداع أكتر من 20,000، الماكينة مش هتقبلهم. لو أنت هتجيب فئات 50 جنيه، 20 جنيه، 10 جنيه، 5 جنيه، المكنة مش هتقبلهم، لأن الفئات المقبولة 100 جنيه و200 جنيه. فطبعا أنا لو عايز أعمل وأكمل عملية الإيداع، فأنا هضغط على استمرار. زي ما احنا شايفين بدأ يظهر لي الجزء ده من الماكينة اللي هو هيبدأ إن أنا أحط فيه الفلوس، اللي هو ده. زي ما قلنا الفئات المقبولة اللي هي 100 جنيه و200 جنيه. بعد ما هتحط الفلوس في الجزء المخصص اللي هو فتح ده، زي ما احنا شايفين نور اخضر، هتحط الفلوس وخلاص. عايز تكمل بقى، فانت بتقول له استمرار، هيبدأ الجزء ده يقفل تاني. وبعد شوية طبعا هو بيفتح تاني لان انا ما حطيتش فلوس، هو هنا بينبهني ان انت ما حطيتش فلوس، فهيفتح تاني. فانا لو قلت استمرار فهو بيقفل على امل ان انت حطيت فلوس. ما حطيتش فلوس هيبدأ برضو يفتح معانا تاني. يبقى اذا القصة دي هتبدأ شغالة معايا لغاية انا ما احط فلوس. طيب هنيجي بمثال عملي، وانا هفترض ان انا عايز اعمل عملية ايداع ب100 جنيه زي ما احنا شايفين كده، وانا بقول له استمرار.
طبعا كده المكنة زي ما احنا شايفين بالظبط. هو هنا بيقول تم استلام المبلغ الفئة، وقال لك ان هي 100 جنيه توتال المبلغ اللي هي سحبته ال 100 جنيه. طيب لو انا افترض ان انا غلطت وانا عايز احط 200 جنيه، انا في عندي الغاء وفي عندي استمرار. لو انا عايز اكمل عمليه الايداع واكمل واقول انا عايز اعمل ايداع على الفيزا اللي معايا ب 100 جنيه، خلاص اعمل استمرار. طب انا لو عايز الغي، فانا بقول له الغاء. طيب بعد الالغاء ايه اللي هيحصل؟ طبعا اكيد الدرج المخصص بالفلوس هيفتح وجاب لي ال 100 جنيه مره ثانيه. اذا انا كده العمليه انا لغيت العمليه، وبالتالي طلع لي الفيزا. يبقى هي دي بكل بساطه عمليه الايداع من خلال ماكينه الصراف الآلي. طيب هتقول لي ايه الميزه في اللي انت بتعمله؟ اقول لك انا يعني مثلا فيزا الايزي باي اللي معايا، اللي هي المخصصه دلوقتي ان انت ممكن تدفع بيها التصالح، ممكن تدفع بيها مدفوعات حكوميه، ممكن تدفع بيها في ترخيص المرور، اي شيء. لو عايز حتى تدفع فلوس على النت من خلال فيزا الايزي باي، انت ممكن عايز تعمل ايداع لغايه 20,000 معاك. طب هل ده يتطلب ان انت تيجي مكتب البريد وتاخد رقم، او لو ما فيش رقم يبقى في زحام على ان انت تعمل لغايه 20,000 جنيه وانت تقدر تستخدم الماكينه وتعمل الايداع على الماكينه؟ اقول لك لا، يبقى انت كده غلطان وبتضيع وقتك. فالمطلوب مني ايه؟ ان انا يكون معايا فيزا متفعله والرقم السري بتاعها شغال، وانا ادخل على ماكينه الاي تي ام الخاصه بالبريد المصري، او لو في عندي ماكينات الصراف الآلي الخاصه بالبنوك اقدر من عليها اعمل عمليه ايداع، اعمل عمليه ايداع بكل بساطه وبكل سلاسه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. عمليه الايداع من خلال ماكينه الاي تي ام او الصراف الآلي زي ما بنقول، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنبدا نشرح عمليات تانية موجوده ممكن نعملها من خلال ماكينه الاي تي ام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.